بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم وحلقة جديدة من قناة احترف اكسل مع ممدوح. النهاردة يا جماعة بنتكلم عن خاصية جديدة من خصائص الاكسل، وهي خاصية الترجمة. ازاي الاكسل بيقدم لي خاصية ان انا اقدر اترجم من لغة الى لغة اخرى. ده بيتم ازاي؟ هنشوف مع بعض. هنشوف مثال بسيط كده. لو عندي كلمة في الاكسل مثلا بالانجليش، وانا عايز احولها للغة تانية، سواء كان عربي او فرنساوي او اسباني او اي كلمة. فباجي هنا بضغط عليها وبدوس بدخل على قائمة ريفيو، وفي حاجة عندي اسمها ترانسليت، فبدوس على ترانسليت. فهو اوريدي بيقول لي انت بتبحث عن كلمة بوك ترانسليشن، تحولها من العربي الى من الانجليش الى العربي، فدي معناها كتاب. طبعا انت ممكن تترجم، يعني الترجمة اللي انت عايزها بترجمها، ده حسب انت ايه الموضوع بتاعك يعني. فانت عايز تخليها لو عايز تبدلها وتخليها مثلا بالعربي، تعمل انسيرت، ترجعها تاني كنترول زد. تمام. عندك مثلا نص هنا مثلا عايز تترجمه تكنولوجيا المعلومات. طيب دي بالنسبة لخاصية الترجمة. لو انت في كلمة او حاجة في الاكسل وعايز تترجمها بدون من غير ما ترجع لجوجل وتدخل على ترانسليت وتكتب الكلمة بالعربي وهو حولها لك الانجليزي او الانجليش، فالاكسل بيقدم لك الخاصية ديت من غير، بيوفر عليك وقت ان انت تطلع تاني وتروح وتترجم كلمة وتاخدها كوبي وتروح هناك بيست الكلام ده كله. طيب انا لو عندي دلوقتي برضو الاكسل بيقدم لي خاصية حلوة برضو، اللي هي ازاي انا لو عندي جدول كامل او جدول فيه عدة نصوص باللغة مختلفة، وانا عايز اترجمها للغة معينة، ان انا احول الداتا بتاعتي للغة اللي انا عايزها. مثال مثلا، معانا جدول زي ده كده، في النيم والاسم والمادة مثلا بالانجليش، ارابيك وانجليش وساينس وانفورميشن تكنولوجي والتوتال. فانا عايز اترجم ايه الجدول ده. طيب اول حاجة بعملها بخش على جوجل. طبعا انت لازم وانت بتعمل الخاصية ديت تبقى النت معاك شغال تمام، ولازم تكون عامل ميل على الجيميل، وهتدخل على التطبيقات بتاعت جوجل وهتختار شيتس. تمام. فانا هنا عامل جداول قديمة، فانا هنعمل واحد جديد. تمام كده الجدول كده ايه اشتغل تمام. هاجي على الجدول بتاعي اللي انا شغال فيه في الشيت بتاعي، وهاخد ده كده كوبي، وهروح هنا وهعمل لصق. طيب انا عايز اترجم الجدول دوت للغة العربية. تمام. فهاجي استخدم دالة جوجل ترانسليت. تمام. هو هنا بيقول لي جوجل ترانسليت، انت عايز تحول من لغة للغة اخرى. طيب انت هتستخدم هنا هتحول ايه؟ فانا هقول له حول من اول الخانة او الخانة اللي هي A2، واعمل فاصلة منقوطة، وهفتح دبل كوتيشن اللي هي شيفت طه عشان انا هكتب نص. فبيقول لي اللغة المصدر بتاعتك، اللغة المصدر اللي انا عايز اللغة المصدر اللي هي الانجليش اللي انا هحول منها او احول الانجليش الى عربي، فاللغة المصدر الانجليش. فادوس ان. عايز تحولها لايه؟ فعايز احولها العربي على عربيك. هاجي هنا بعد الفاصلة هنا كده، وراح عامل فاصلة منقوطة
وهكتب دبل كوتيشن برضو اي ار، واروح قافل علامة التنصيص، واروح قافل القوس بتاعي، واروح عامل انتر. راح هو جاي مترجم لي النيم معناها اسم، وهروح عامل سيلكت كده، اسحبها سيلكت، بلاقيه هو راح مترجم لي النص اللي باللغة الإنجليزية باللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية. وراح نازل كده عليه برضو ترجم لي الأسامي. طيب أنا لو عايز أخد الجدول ده بقى تاني، هاخده كده، أعلم عليه، واخده كوبي نسخ، واروح رايح على الشيت بتاعي، واروح عامله بيست. ظهر لي الحاجة بتاعتي، اخدته كده كوبي، عشان كنت مهيط بس الصف ده كده. تمام، بيظهر لي بالشكل ده. فهاجي هنا اعمل اتعامل بقى عليه كأنه شيت عادي، اكسل عادي. البورد بتاعي، الفونت، عايز اكبر الخط، اصبح شيت اكسل عادي بتتعامل عليه باللغة اللي انت عايزها. ده كان موضوع حلقتنا النهاردة. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وشكرا جزيلا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.